اعتقد ان الفيديو ده ناس كتير جدا هتحب ان هي تتابعه، لان هو ليه علاقه باللي بيحصل في الفيسبوك دلوقتي والمشاكل اللي بتحصل في انخفاض الارباح على البيدجات. بعد فحص حوالي 10 او 20 بيج من البيدجات الكبيره والبيدجات الصغيره، عرفت المشكله موجوده فين بالظبط عندكم في نزول الارباح. المشكله ان فيسبوك غير الالجوريزم او غير الخوارزميات بتاعته كلها، وبقى دلوقتي الارباح بتيجي من الستوريز او من القصص ومن المنشورات او من البوستس اللي بتنزلوها على الصفحه عندكم، اللي هي البونس بروجرام او برنامج المكافآت اللي موجود على فيسبوك. هو ده اللي بيجيب ارباح دلوقتي. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت لازم تعمل بلان انك انت تنزل البوستس وتنزل ستوريز كتير على مدار اليوم. انا شفت بعيني ستوريز بتجيب بال$100 وستوريز بتجيب بال$20 وبال$50، والبوستس الصور العاديه بتجيب بال$100. ده حقيقي شفتها بعينيا. فانت لازم الفتره اللي جايه دي تركز على الستوريز وعلى البوستات، لان هي دي مصدر الفلوس. طب هتقول لي ايه اخبار الريلز واخبار الانستريم؟ هقول لك ان ارباحها موجوده ولكن قلت. فيسبوك رايح ناحيه ان هو يزود التفاعل على البوستات والتفاعل على الستوريز، علشان هي دي مصدر الارباح دلوقتي اللي موجوده على معظم الصفحات اللي موجوده. فبالتالي تعالوا نعمل مع بعض بلان صغيره كده ايه اللي نعمله بالظبط. مبدئيا انت لازم تفتح الهوم بيج عندك في الصفحه. لما تيجي تخش على الميتا بيزنس هتلاقي في حاجه اسمها بلان. البلان دي عاملها لك الفيسبوك. عايزك تنزل عدد ستوريز معينه، عايزك ترد على الرسائل، عايزك تنزل ريلز معينه، عايزك تنزل بوستات. لازم تتبع البلان اللي هو حاططها دي بالحرف الواحد، لان هي دي اللي هتوصل الصفحه بتاعتك للريتش المطلوب. عايزك تنزل لي في اليوم على الاقل مش اقل من 3 بوستس، اللي هو صور او مجموعه صور. نزل ستوريز بال50 او بال60 ستوري عادي جدا مفيش مشكله، لان صدقني دي هتزود الارباح بتاعتك. انا شفت بعينيا البونص بروجرام بيدخل من 1000 ل 3000 و4000 في الشهر للناس اللي مستمره ان هي تنزل عليها. هو ده اللي حاصل في فيسبوك اليومين دول. اتمنى ان انا اكون فدتك بالفيديو ده. لو الفيديو ده شايف ان هو مفيد، يا ريت تشيره مع اصحابك وتقول لهم الدنيا وصلت لفين في فيسبوك ويشتغلوا ازاي على فيسبوك. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم.